أسهل طريقة للمذاكرة، فتابع المقطع إلى الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معاكم وأخوكم خالد من قناة سمارتمان. لما كنا صغار معلمينا وآبائنا كان يقولوا لنا ذاكروا، بس ما حد فيهم قال لنا كيف نذاكر وإيش هي أحسن طريقة للمذاكرة. اليوم سأشرح لك 5 طرق للمذاكرة إنها تحتفظ بالمعلومة في عقلك وفي أطول وقت ممكن. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة عشان يصلك كل فيديو جديد. إذا كنت مهتم على الفيديو يلا بينا إلى الأخير. أول طريقة هي طريقة بومودورو. بومودورو بالإيطالية هي طماطم. إيش هي طريقة الطماطم؟ إنك تقسم وقت المذاكرة، مثلا 25 دقيقة تركيز ومذاكرة و5 دقائق راحة. 25 دقيقة تركيز ومذاكرة بعدها 5 دقائق راحة، كده نقسم وقت المذاكرة. هذه الطريقة هي أحسن طريقة للمذاكرة، بدلا مما نجلس 30 أو كم ساعات كثيرة بدون أي راحة. هذه هي طريقة بومودورو. بعدين تعيد الدورة مرة ثانية. هذه الطريقة بومودورو بتساعدك على التركيز والفهم أكثر، جربها. الثانية، حدد هدفك. حدد هدفك بالضبط، إيش داير تسوي. مثلا عاوز تحل 5 مسائل، أو عاوز تذاكر 4 أو 5 صفحات، أو عاوز تحل الرياضيات فيزيكس كيمستري whatever. عاوز حدد إيش عاوز تذاكر. بعدين عشان تذاكر بتحتاج التركيز، بعدها ما يكون أكثر من 25 دقائق، وبعدين 5 دقائق راحة. الثالثة، اشرح لغيرك. أفضل وأحسن طريقة المذاكرة هي لما تشرح لغيرك في مستواك أو أقل منك. حدد هدفك إنك بتذاكر بتشرح لغيرك. مثلا صاحبك، تخيل صاحبك يسألك ليش السؤال جد، إيش الجواب هذه، ليش عملنا كده وليش فعلنا كده، ليش. هذه السؤالات بتخليك بتذاكر وتفهم المادة بسهولة. عشان كده قبل ما تبدأ المذاكرة أو مجرد لما تبدأ المذاكرة تحاول إنك هدفك يكون تشرح لغيرك بسهولة، تفهم المادة وتفهم في عقلك. ترايد. الرابعة هي القراءة وإعادة القراءة. واحدة من أسوأ طرق المذاكرة هي أغلب الطلاب يفشلون فيها القراءة وإعادة القراءة. لما نذاكر في مرات نسوي فيه هايلايتس، لما نذاكر بعد ما نرجع ونعيد نقرأها، نعيد ونقرأها. هذه هي بالنسبة لنا مألوفة مش مفهومة. وقتيا لما نتذكرها أوكي حنتذكر، لكن مش ملك حقتنا، هي مألوفة بالنسبة لنا مش مفهومة. لما تكون مألوفة واحد لما يذكرك أو لما تشوفها بتذكرها، بس لما تكون مفهومة تكون في مخك، تجيب في أي وقت تسير ملكك. عشان كده قبل ما تكون مألوفة خليها تكون مفهومة. حاول إنك تذاكر، ما تعيد القراءة مرة ثانية مرة ثالث، تكون مرة واحدة يكون المذاكرة بالسهولة. ما تعيد القراءة أبدا نهائي وما تقدر تكون مفهومة. حاول إنك تكون مفهومة بدلا من مألوفة. جربها. الخامس والأخير، النوم. حكاية السهر وطول الليل عشان تذاكر أبدا ما يغيرك. خليني أشرح لك ليش. عشان تتعلم حاجة تمر ب3 مراحل: الاكتساب والتذكر والدمج. الاكتساب معنى لما تتعلم شيء، معلومة جديدة، أو لما تقرأ الكتاب أو لما تقرأ شيء جديد معلومة، الاكتساب. التذكر واحد لما نسألك السؤال، أو واحد لما يتذكر شيء مهم، أو بنفسك لما تتذكر شيء يسموه التذكر. والدمج، الدمج هو عملية هزم المعلومة وتتخزن في المخ الذاكرة. طيب وهذا الدمج متى يثير انت نايم، يوم عميق كمان. لذلك عشان تذاكر بالتركيز وتجيب درجة عالية تحتاج أن تنوم كثير وتذاكر أكثر. إن شاء الله عجبكم الفيديو. 5 أسهل طرق للمذاكرة إنك تحتفظ بالمعلومة وتفهم المادة بسهولة.
لا تنسى الاعجاب في الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة واشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.